ايه يا بنتي اللي جوه الجزمة اللي بعتيها ليا ده؟ ويا ترى الحاجات دي عبارة عن ايه؟ وايه غرضك من كده؟ بنته سافرت بعد جوازها وبعتت له هدية جزمة، وبعد شهرين وهو بيفتحها اتفاجئ ولقى حاجة جوه جمدت الدم في عروقه. تعالوا بينا نعرف ايه الحكاية وكان فيها ايه الجزمة دي وايه اللي حصل بالظبط، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. تبدأ الحكاية من بيت عم حسن، بيت بسيط على أطراف القرية، كان بيت بسيط جدا، وهو كان قاعد قدام الاسطوانة بتاعت الكيروسين بيدفي ايديه من البرد، وقاعد باصص على كرتونة جاياله مكتوب عليها عنوان بنته منى. بنته منى دي اتجوزت من 3 سنين وسافرت القاهرة، عاشت مع جوزها وكانت بتشتغل في مصنع ملابس، ومن ساعتها ما جاتش ولا مرة قضت العيد مع أبوها في القرية، ولحد العيد ده وبعتت له كرتونة وفيها هدية ومكتوب عليها عنوانها. قعد يبص عم حسن وفتح الكرتونة، بيطلع لقى علبة وفيها جزمة جلد شيك جدا فوق مستوى معيشته. استغرب جدا لما شافها، بس كان الأغرب إنه لقى مقاسها 43 وهو أصلا مقاسه 40، وبنته منى عارفة كده. قال معقول ممكن تكون نسيت إن أنا مقاسي 40؟ قاس الفردة الشمال ولقاها طبعا بتلق في رجله، قام شايلها زي ما هي وحطها في العلبة وراح شالها في آخر الدولاب بتاعه، وقال هقضي العيد بقى بنفس الصندل القديم. ويعدي شهرين ويجي كده الرطوبة تملى البيت وتملى الأجواء بتاعة المكان كله، ويبدأ عم حسن يطلع الهدوم والحاجة عشان يهويها كده في الشمس، ويجي يطلع الحاجة من الدولاب، وهو بيطلع الحاجة من الدولاب وقعت علبة الجزمة على الأرض. طبعا شالها عم حسن وخاف لحسن يكون الجزمة جرالها حاجة. بيبص كده لسه بيمسك الفردة اليمين، مسك الفردة اليمين لقاها تقيلة جدا، مش وزن جزمة. استغرب قوي وعمل كده اهو، وبدأ يحاول ان هو يفتش فيها من قدام من عند البوز، مفيش حاجة. بدأ يجيب سكينة ويفتحها، ولما شال الفرشة كلها بدأ يلاقي لفافات كده ملفوفة بشريط اسود ومرصوصة كلها جنب بعض وفوق بعض. فجأة الشيطان لعب في دماغه وكل الحاجات الوحشة جت في دماغه اللي كان بيشوفها في الأفلام ويشوفها في الحاجات دي. معقول دي طريقة تهريب؟ هل بنتي وقعت في عصابة؟ هي بنتي عملت ايه؟ ولا بنتي بتعمل ايه دلوقتي وهي اللي متورطة فيها؟ بدأ الشيطان يقعد يلعب في دماغه. مسك الفردة الشمال عشان يفكها هي كمان يمكن يلاقي جواها حاجة. لقى جوه الفردة الشمال لقى ورقة مكتوبة وملفوفة عليها كده اهو بلاستيك علشان خاطر يحميها من الرطوبة او ما يجرالهاش حاجة. بيفتح الورقة وقراها تحت لمبة الجاز اللي عنده، ولقى خط بنت منى وهي كاتبة، وزي ما يكون كاتبة بسرعة وبطريقة كده وهي زي ما يكون خايفة. كاتباله الفلوس دي مش بتاعتنا يابا، انا جوزي طارق كان بيشتغل واكتشفت بالصدفة ان هو بيشتغل مع عصابة، وعرفت بالصدفة ان الفلوس دي بعد ما تتسلم هيتم قتلي انا وطارق. خبي الفلوس دي عندك يابا، انا جبت مقاس 43 عشان عارفة انك عمرك ما هتيجي جنبها وانك هتشيلها. خبي الفلوس ولو عدى شهرين وانا ما ظهرتش يبقى انا كده مت. ساعتها تسلم العلبة والفلوس للبوليس وتحكي لهم كل حاجة. طبعا ساعتها في عز الشتاء العرق بقى نازل بيصب منه كده في ظهره من كتر الرعب اللي هو فيه. ده الجزمة عدى عليها شهرين، ده هي بتقولي بعد شهرين لو مت سلم الفلوس للبوليس وتصرف، وانا راكن الجزمة بالظبط بقالي شهرين. قام بسرعة قام واخد الفلوس وشالها وحطها جوه صندوق تاني، وحطه جوه شوال قديم ودفنه تحت البلاط اللي في الأوضة عنده اللي هو بيشيل فيه فلوس للزمن. وقام بسرعة لابس جلابيته وخد عصايته وطلع على طول على الطريق الزراعي عشان يركب وينزل للقاهرة. وفعلا ركب في عربية نقل ودته للقاهرة على طول، وراح للعنوان اللي هو حافظه زي عينيه، عنوان بنته منى. وما وصل هناك للحارة وطلع البيت لقى باب الشقة مكسور ومتوارب. بيفتح الباب لقى الشقة كلها مقلوبة رأسا على عقب، ومنى وطارق مش موجودين. الشقة كلها مقلوبة وزي ما يكون كان في حد بيدور فعلا على حاجة. طبعا ساعتها مبقاش عارف يعمل ايه، وقال ان اكيد منى كده جرالها حاجة. فجأة سمع صوت الباب اللي قدامه، الست اللي جارة اللي قدامهم بتفتح، ست عجوزة وبتبص وبتقوله هو انت مين يا حاج؟ قال لها انا ابو منى. بنتي فين؟ قالت له يا عيني يا حاج، بنتك وطارق جوزها اتخطفوا من اسبوعين. سمع الكلمة دي
وقال بس اتخطفوا من أسبوعين، يعني هما دلوقتي تحت إيد العصابة. دخل أبو منى وقعد يدور كده في الشقة ويدور في أوضة النوم بتاعة طارق ومنى يمكن يلاقي أي حاجة، لحد لما لقى تحت السرير موبايل كانت شاشته مكسورة، شكله قديم شوية. فكر إن هو ينزل يصلحه بسرعة لغاية لما يتفتح، وفعلا طلع الفلوس اللي معاه كلها واداها للراجل وخلاه يصلحه ويفتحه له في خلال ساعة. وفتح الموبايل بتاع طارق ولقى عليه رسايل. بدأ يفتح الرسايل، لقى رسالة مبعوثة من واحد اسمه المعلم كذا، مكتوب: الفلوس يا طارق لو ما وصلتنيش في المخزن بتاع عزبة النخل قول على مراتك يا رحمن يا رحيم وهتزفها للمقابر. أول لما قرأ كده فكر بسرعة، راح على طول للقهوة اللي جنب البيت وطلب تليفون يعمل منه مكالمة من الراجل اللي واقف، وكلم واحد أمين شرطة عنده في البلد، قال له على الحكاية كلها وحكاله كل حاجة حصلت بكل التفاصيل. اتفق معاه على خطة معينة هتتعمل، وقام على طول مشي أبو منى وراح على عنوان اللي مكتوب في المخزن اللي هو بتاع عزبة النخل. ركب وراح هناك وبقلب جامد وهو مش خايف لقى مخزن كبير قوي واقف قدامه ناس كتير رجالة بتحرسه، مش باين منهم إلا نور السجاير اللي في ايديهم. عدى وهو مش خايف، راجل منهم جاي يقول له: انت رايح فين يا راجل انت؟ قال له: انده للمعلم وقول له ان انا ابو منى وجايب لك الامانه. دخل وقال للمعلم وفعلا امر بدخوله. دخل لقى مكان كبير وكله كراتين، وبص لقى راجل كده عريض قوي قاعد على الكرسي وتحت منه منى بنته متربطه بالحبال وكدمات ماليه وشها، وطارق مرمي على جنب سايح في دمه لكن كان لسه فيه الروح. ودخل وقال له المعلم: قال انا كنت عارف ان منى بنتك اذكى من جوزها طارق ده، فين بقى الفلوس يا عم الحاج؟ قال له: بص، انت هتفك منى بنتي هتاخدني انا رهينه مكانها. وطلع ورقه من جيبه مكتوب فيها عنوان وقال له: هتخلي الرجاله يروحوا المقام بتاع سيدي عبد الرحمن اللي في القريه الفلانيه ويفحطوا في الارض وهتلاقي الفلوس محطوطه في علبه صاج مدفونه تحت المقام. وطبعا كان بينفذ الكلام ده بناء على ان هو كان شاف الورقه اللي كانت مكتوب فيها اللي كانت منى كاتباها بايديها في العلبه، كانت قايله له: اوعى يابا تبلغ البوليس او تسلم الفلوس الا لو اتاكدت ان جرالي حاجه، لان ده الكارت الوحيد اللي نقدر نساوم بيه العصابه. ساعه لما افتكر الكلام ده نفذ بقى الخطه دي واداهم الورقه وخلاهم يروحوا على المقام اللي هو قال لهم ان هو دفن فيه الفلوس، وهم ما يعرفوش ان امين الشرطه حكى للبوليس كل حاجه. وطبعا عملوا خطة وكانت هناك في ناس مستنياهم من قوات الأمن والشرطة، وطبعا فضل المعلم قاعد مستني تجيله مكالمة ان الفلوس استلموها او ان هم لقوها. لكن اول لما جت المكالمة وشه كده اتلون واحمر، ولسه قبل ما ياخد اي ردة فعل لقى القوات الخاصة والشرطة كلها هجمت على المكان وقنابل مسيلة للدموع عشان تشل حركتهم وما يعملوش اي حاجة. كانوا لسه هيبدأوا يقاوموا لكن استسلموا وتم القبض عليهم كلهم. وبعد تحقيقات في اليوم كامل طبعا منى خدت إفراج على أساس إن هي كانت ضحية وإن هي اللي ساعدت الشرطة وادتهم الأدلة الكافية واللي بلغت عن الموضوع. وطلعت منى طبعا براءة ورجعت مع أبوها البلد، وطبعا قضوا العيد المرة دي ونسيوا كل اللي حصل. ومنى بنته بقت عايشة معاه وقالت له: انت يابا المقاس الوحيد اللي عمره ما يطلع غلط، انت الوحيد المقاس المظبوط. ودي كانت قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة واستنوني كل يوم في حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.